اهلا شباب، اخيرا رجعت بعد انقطاع، والنهارده احكي لك واحده من افضل كوميكس ستيفن يونيفرس. فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدا. في البدايه بنشوف نسختين من ستيفن. النسخه الاولى بيكون لونها مختلف شويه وماسكه ستيفن الاصلي وايديه بتتلطخ بالدماء، ده لان ستيفن بيكون متصاب اصابات خطيره وذراع ستيفن بتكون مقطوعه وبيكون ستيفن مات. النسخة التانية بتكون عبارة عن الجوهرة بتاع ستيفن اللي هي البينك دايموند، وعملت نسخة شبهه بس مش بيكون فاكر أي حاجة ومش في وعيه. المهم بنشوف حد بيقرب منه وبتطلع سبينال وبتقول له إنها ما كانتش تقصد تعمل كده، ما كانتش تقصد يعني تموته، هي كانت بتهزر. بس ستيفن عيل طري ما استحملش ومات. البينك دايموند بيقول لها أنت قتلتيني، وبيفتكر إزاي قتلته بطريقة وحشية. وللناس اللي مش عارفة مين هي سبينال، زمان كانت صديقة روز أم ستيفن اللي هي البينك دايموند وبتحبها جدا. وفي مرة بينك دايموند سابتها لفترة كبيرة جدا على كوكب، وسبينال كانت مستنياها على أمل إنها ترجع، بس بتكتشف انها ماتت وستيفن اخد مكانها وبقى هو البينك دايموند. ومن وقتها وهي بتكرهها وبتكره اي حاجه بتفكرها بيها زي ستيفن كده، وبقت مجنونه. نرجع تاني لقصتنا. بتقول لستيفن انها كانت بس غضبه بسبب انها مشت وهي اسفه على اللي عملته. البينك دايموند بيكون مش مستوعب انها بتقول اسفه والدم بيكون لسه على رجله. بيقول لها اعتذار غير كافي. بتنفعل سبينال بتقول انها اعتذرت وبتقول له انها غلطته من البدايه، هو اللي خلاها تعمل كده. وبيكون البينك دايموند واقف مصدوم لحد دلوقتي بسبب اللي بيحصل ده. وسبينال بتقعد تقول كلام بيستفز البينك دايموند اكتر، فبيمسك الشظايا اللي قتلته بيها سبينال. فسبينال بتقول له انها اتوترت شويه بس دلوقتي هتنهي الموضوع تماما معاه، وبتروح علشان تجيب عصايتها. بس البينك دايموند بيرمي عليها شظايا تلها وبياخد الجوهره بتاعتها وبيكون عايز يكسرها، لكن بيجي في اللحظه الاخيره بيزمس وبيمنعه. بيقول له احنا مش بندمر الجواهر، وبيحمد ربنا انه لحقه قبل ما يدمرها وبياخده للبيت. في الناحيه الثانيه بتكون بيردوت ولابس منهارين على ستيفن. بيروح البينك دايموند يغسل ايده من الدماء اللي كانت عليها، وبيلاقي حواليه فراشات غريبه بتطير، وبيطلع بره بيلاقيهم بيحاولوا يعالجوا ستيفن. واحب افكرك ان ده مش ستيفن انما ده البينك دايموند، وبيكون واخد هيئه ستيفن. ولما بيخش عليهم بيستغربوا كلهم، وبيزمس بيكون متوتر جدا، ولابس بتقوله ان ده ستيفن وبتطلب منه يعالجه زي ما عالجها قبل كده لانهم مش عارفين يتصرفوا معاه. وبتمسكه لابس وبتقول له هتعالج ستيفن ولا عيط، وبيوقفها بيزمس على اللي بتعمله وبيقول لها ان ده ملوش ذنب ومش فاهم حاجه. وبيقرب البينك دايموند من جثه ستيفن وبيقعد يلمسه، وبيوريهم بيزمس العصايه اللي قتلت ستيفن وانه سلاح فتاك، ولكن لو استخدمته بالطريقه الصحيحه هيرجعك زي ما كنت في الاول. وبنشوف على جنب كده احجار، ودول بيكونوا بتوع جارنت وبيرل واميسيست، ومعنى كده انهم ماتوا. وبنشوف البينك دايموند بيعمل حاجات غريبه وبيمسك العصايه وبيكسرها من غير سبب. بيحاول بيزمس يهديهم وبيلطف الجو مع البينك دايموند. بيوصل والد ستيفن وكان بيزمس كلمه وقال له ان ستيفن مات، وبيكون فاكر ان البينك دايموند هو ستيفن وبيحضنه. وسط ما هو بيحضنه البينك دايموند بيشوف الفراشات تاني وبيشوف ستيفن الاصلي، وبيكون بدا يقوم لكن عينيه بتكون بتنزل دم وشكله اشبه بالزومبي. وبيتكلم بيقول له انا بحاجه اليها، ولكن المشهد ده كله كان جوه عقل البينك دايموند وما حصلش حاجه في الحقيقه. وبنرجع للماضي ورا. كان ستيفن بينتقل لبيت جديد مع والده، وفجاه وهو بيكلمه عن الماضي بيلاقي ستيفن اختفى، وبيقعد يدور عليه في كل مكان لحد ما بيلاقيه، وبيلاقي معاه ايس كريم وبيقول له ما تهربش مره تانيه، وبيقعدوا يهزروا ويلعبوا مع بعض. بنرجع بقى للحاضر وبيشوف جريج ستيفن بيكون مرمي ومليان دم، وبيسأل امال انت تبقى مين وليه لونك مختلف. وبيسألهم كلهم مين ده اللي مليان دم، لكن محدش بيرد عليه. وبيسأل البينك دايموند مين ده، فبيقول له انه ميلكي. بيزمس بياخد جريج وبيقول له هشرح لك كل حاجه. بيقول له اننا كنا هناك بس كنا متاخرين وما عرفناش ننقذه. جريج بيقول له انت اكيد بتهزروا، ده مقلب مش صح، ستيفن عامل فيا مقلب، هو ما حصلوش حاجه مش كده يا بيزمس. لكن بيزمس بيعتذر له بيقول له انه مات، وحرفيا جريج بيتجنن وبيقول له بس هو معانا مش كده، لونه مختلف بس. وبيكون يقصد البينك دايموند، وبيروح يكلم ستيفن وبيحضنه وعينيه مليانه دموع، والكل طبعا بيتاثر بالموقف ده حتى البينك دايموند، وبيقعد يعمل حركات غريبه. فجاه بنشوف حاجه اشبه بالصدفه بتقول عرف عن نفسك، وبيزمس بيخلي لابس تاخدها بعيد، وبياخد البينك دايموند وبيطلعوا بسرعه على الشاطئ، ولكن بتكون الصدفه دي هناك وبتقول تاني عرف عن نفسك، وكلهم بيسكتوا. ولو ركزنا هنلاقي ان الصدفه دي بتحتوي على الجوهره بتاع بيرل. المهم لابس بتقول ان اسمها بوب، وبيردوت بتتخانق معاها لانها اتكلمت اصلا، وفي الاخر قالت ان اسمها بوب، وهنفهم هي عملت كده ليه وجوهره بيرل بتعمل ايه في الصدفه دي. كل ده هنعرفه قدام. المهم بيردوت بتتخانق مع لابس بسبب اللي عملته ده، وبتقول لها كده انها ممكن تخلي الجوهرات تتشكل على هيئتها. وبالله الجوهره فعلا بدات تتشكل لكن بيطلع منها بيرل، ولكن دي بتكون نسخه تانية من بيرل، وبتكون ناسيه كل حاجه. وبتشكر لابس انها هي اللي استدعتها، وبتقول لها انها تكون خدمتها للابد. فبتشفق عليها لابس بسبب انها بتحاول تعمل اي حاجه علشان ترضيها. بتقول لها لابس انها تقعد بعيد عنها. وبيلاقوا البينك دايموند ماشي بعيد وبيكون راجع للبيت، فبيقول بيزمس انهم مش عايزينه يرجع للبيت علشان جريك هتكون حالته اسوأ لو شافه. فلابس بتحاول تمنعه وتمسكه بالميه، لكن البينك دايموند بيتعصب وبيكون هيهجم عليها، ولكن بتيجي فراشه جنبه وبيخش في نفس الرؤيه الغريبه، وبيشوف ستيفن يكون شكله مرعب جدا. وبيزمس بيدي الجوهر لبيردوت وبيقول لهم انه هيروح يتعامل مع البينك دايموند. في الناحيه التانيه بتشوف جريك ماسك ستيفن وبيقول ماذا افعل الان، وبيكون متحير ومتلخبط لانه فقد ابنه الوحيد. وبيكلم صوره روز بيقول لها لو انت مكاني كنت هتعملي ايه. ستيفن مسلك من الاحجار الكريمه وبيقول انه كان عايز بس
بس يعرفه على حقيقته وانه دلوقتي غلطان، لان كان المفروض ما يخلوش يتعرف على بيرل وجارنت وباقي فريق الاحجار، ولا كان خلاه شارك في مغامراتهم الخطيره. كان المفروض يخليه ولد عادي ويعيش حياه عاديه، بس هو كان فاكر ستيفن قوي جدا وهيعرف يحمي نفسه من اي حاجه زي روس كده، فعلشان كده سمح له يروح معاهم في اي مغامره. وبيكلم جوهرة سبينال بيقول لها انها هي اللي قتلت ابنه، مين اللي سمح لك تعملي كده؟ هو ما يستحقش كده، هو ما يستحقش اللي حصل له. وبيبص بيشوف سيف مكسور كيلو فكره وبيمسك مضرب الهوكي وبيكون عايز يكسر جوهرة سبينال. في الناحيه التانيه بنشوف البينك دايموند بيكون لسه في الرؤيه بتاعته، وستيفن بيقول له هل انت بخير، وبيساله عن الجوهره وبيقول له هل هي مكسوره. وبيجي بيزمس بيكلم البينك دايموند لكنه مش بيستجيب، وبيقول له انه شافه في الحاله دي قبل كده. وبيكون البينك دايموند ماسك بطنه وبيقول له بيزمس خلينا اشوف هل الجوهره بخير، والبينك دايموند مش بيرد عليه، فبيعتبر بيزمس انه وافق يشوفها. وبيقول له حاسس بايه، وبيقول له لو هي مكسوره ممكن نلحقها بدل ما يزيد الامر سوء. وبيقول له انه عنده الكثير من ماء الورد وممكن يعالجوا بيه. البينك دايموند مش بيكون عايز يلمسه، فبيحاول بيزمس يقنعه علشان يوريه الجوهره، وبيوافق البينك دايموند وبتكون في حاله كويسه، لكن بيكون في جرح كبير في بطن ستيفن. ولما بيبص له بيزمس بيشوف رؤيه مخيفه وبيترعب جدا، وبيقول له اصبر افكر لانه ما كانش متوقع ده. الجوهره بتكون مش مكسوره بس بيكون في تصدع في بطن البينك دايموند، وده اللي لاحظه بيزمس واستغرب منه جدا. وبيقول له ان هيخلي بيردو تيجي تفحص الامر لو هتسمح ليها يعني، لان البينك دايموند بيكون عصبي جدا وممكن ما يسمحش لبيردوت تشوفه. مش بيرد عليه البينك دايموند، فبيقول له بيزمس خليك هنا هنادم بيردوت اللي في الاثناء دي بتكون رجعت اماسيست وبتنادم على بيزمس. وبتفرح جدا بيردوت لما بتشوف اماسيست وبتروح علشان تكلمها، ولكنها بتكون حالتها زي حاله بيرل مش فاكره اي حاجه حتى اسمها، وبيردوت بتبعد عنها. في الناحيه الثانيه بيكون البينك دايموند داخل البيت وبيحاول بيزمس يمنعه علشان ما يشوفوش جريج، وبيقول له بيزمس انه عارف انه عايز يخش جوه بس دلوقتي ما ينفعش لان جريج محتاج شويه مساحه ووقت مع نفسه علشان يفهم اللي حصل ويتعافى منه. وبيقول له ان جريج عمره ما هيأذيه، هو بس كان متوتر من اللي حصل ومفيش حاجه هتشكل تهديد على ستيفن انه مجرد والده. وبيطلب منه يقعد بره شويه وبيقول له سيب جريج جوه انه والدك، هل تعرفه؟ فبيرد عليه البينك دايموند بيقول له ايوه. واخيرا بيتكلم لاول مره بيقول له بيزنس خليك هنا ربما هنلاقي حلول اسرع مع بعض. تكون في مركبه فضائيه فوق المنزل، وبيقول له ان المركبه دي هي تهديد كبير لجسمك وممكن تدمره وبتكون بتقتل كل النباتات اللي حواليها. وبيساله هل انت حاسس بشيء بسببها، لكن البينك دايموند مش بيرد عليه. بيقول له بيزنس لازم نتعامل مع الامر بسرعه علشان جسمك يكون امن بسرعه، لكن برضه مش بيرد عليه بس تقريبا اقتنع بكلامه. وبيروح معاه وبيرجع له الباقي وبيسالهم عن اميسيست، بتقول له لابس خمن. وبتكون بردت مع اميسيست وبتكون مستغربه بسبب حالتها وانها رجعت اغبى بكتير من الاول، والجواهر بتوع جارنت بتبقى درجه حرارتهم عاليه وبترميهم لابس. وبتقول لها بيرل هو انت كويسه حبيبتي؟ وبتطلع روبي من الجوهره، بينما جوهره صفاير مش بيحصل لها حاجه. بتكون روبي متعصبه جدا وبتضرب بيزمس، بيقول لها بيزمس كويس انها ما اتغيرتش زي بيرل واميسيست ولسه شخصيتها زي ما هي. وبتكون روبي متعصبه جدا وبتقول لهم بيرل ربما هي بحاجه الى صفاير. وسط ما هما بيتكلموا بتخرج صفاير وبتنبهر بيها روبي وبتقول لها انها تحميها مهما حصل لبقيه حياتها. وبتقول لها صفاير انها ممكن ما تقدرش تستمر اليوم واحد، بتتريق يعني عليها. المهم بيزمس بيقول لهم ان في موضوع تاني اهم دلوقتي يتكلموا فيه. لابس بتقول له كويس انهم رجعوا هادين شويه وقصدها على روبي وصفاير. بيزمس بيقول لهم انهم محتاجين خطه دلوقتي ومحدش بيرد عليه، وبيقعد هو يفكر لوحده في خطه لابعاد المركبه الفضائيه اللي فوق البيت، وبيقعد يرسم خطه على الرمل. وبيقول لهم ان هدفهم الاول ابعاد الشيء ده من خلال 3 خطوات. وبيقول لبيردوت انها تروح عند المركبه دي وتتفحصها وتشوف اللي فيها او هي عباره عن ايه بالظبط علشان يعرفوا يتعاملوا معاها. بترد عليه بيردوت وبتقول له انه شبه الحقنه وباين عليه قديم جدا. بيقول بيزمس انه هيجمع شويه حاجات، وبيقول الخطه الثانيه ان عليهم يعرفوا ايه اللي حصل فوق التل مكان المركبه الفضائيه. بتقول له لابس ان ستيفن اتاذى هناك. بيرد عليها بيزمس وبيقول لها ايوه بس احنا ما كناش هناك علشان نساعده، لو كنا هناك كان ممكن الوضع يتغير وممكن يكون لسه لحد دلوقتي في كائنات خطيره فوق التل. بيقولوا انهم محتاجين يعرفوا اللي حصل فعلا. وسط ما هو بيتكلم بيكون البينك دايموند شايف انعكاسه في اميسيست وبيضربها، وبيقول لهم بيزمس ان الموضوع هيكون صعب تنفيذه وده بسبب الفريق ده. بتقول بيردوت ان ممكن الموضوع ده ينشط ذاكرتهم شويه ويرجعوا يفتكروا بعض الحاجات، لكن بتتعصب عليها روبي وبتندم بيردوت انها قالت كده، وبتقول ان الموضوع محبط جدا لانهم حرفيا من غير فايده وكانت المهمه هتكون سهله جدا لو بس كانوا فاكرين كل حاجه، انما دلوقتي مالهمش لازمه. بيرد عليها بيزمس بيقول لها بس هما دلوقتي مش فاكرين وعليهم انهم يلاقوا طريقه للتعامل مع الموضوع وحلوا بانفسهم، فيلا خلونا ما نضيعش وقت ونحافظ على تركيزنا ونحله مع بعض قبل ما ترجع مره تانية. وتقريبا قصده على سبينال، وبتقول له لابس ان اكيد في جواهر تانية في الارض غير سبينال فلازم يتكلموا معاها ويعرفوا كل حاجه منها. بتقول لها بيردوت انها فكره سيئه. بترد عليها لابس بتقول لها ليه سيئه؟ بيزمس بيقول لها لانها ممكن تفقد سيطرتها على نفسها وهي بتكلمها وممكن تبدا قتال معاها. بتقول لابس قصدك ايه بالكلام ده؟ كتهم بيردوت. بتقول لهم اهدوا شويه يا شباب. بيقول لها بيزمس في ايه؟ بتقول له ان دلوقتي مهمتها هو تفحص الشيء ده وجمع منه معلومات على قد ما تقدر وتعرف هل في حاجات هناك ولا لا، فمن الاحسن انها تروح دلوقتي تبدا مهمتها وما تضيعش اي دقيقه وينفذوا المهمه في اسرع وقت. بتقول لها لابس استني ماذا عن ستيفن؟ وبتكون بيردوت هترد عليها ولكن دي بتكون نهايه الكوميكس ولسه باقي الكوميكس ما اكتملش، ولما ينزل الباقي هكمل الحكايه ودي بتكون نهايه الفيديو. سلام.